دايما الفنان بيبقى زي ما قلت متحمس ان هو يعمل مشاريع كتيره، لكن لازم يواجه بقى برضو تحديات، ظروف محبطه، ناس مش مؤمنه بالمشاريع اللي هو عايز يعملها. فبفتكر دايما كلمه الممثل الكبير والمخرج كلينت ايستوود، كان بيقول هتلاقي مليون الف سبب يخلوك ما تعملش المشروع اللي انت عايز تعمله، وناس تحبطك وتقول لك ان المشروع ده مش هينفع، وانت كفنان وكمخرج لازم تقول لهم انا عارف بس عندي مليون الف سبب تاني يخلوني اقتنع بان انا المشروع ده هينجح. فازاي بتتعامل مع الظروف المحبطه والناس اللي مش بتشجع اللي انت عايز تعمله؟ انك تفضلي تشتغلي و... وما تنكريش فكره المخاطره. يعني لما الواحد بياخد مشروع فيه ريسك، ما ينفعش يبقى طريقته في التعامل مع الريسك يقول انه لا ده مشروع مضمون. يعني لا، تاني هي فكره الانسرتينتي. زمان لما الواحد كان بيقدم على فاندنج لحاجات او يقدم عمل فيلم وبيبعت الفيستيفالز، كان دايما كده في فورم بتاعت ايميل. عادة تصحي الصبح تبص تلاقي ايميل جاي لك، فكنت بدور على كلمه ريجريت. فكنت يجي لك الميل، بتصحي في يوم يجي لك تدوري على ريجريت انه فيلم مهرجان الفلاني اللي انتوا مستنياه ما قبلش الفيلم، او الفند الفلاني. وكان ده يبقى خلاص، انا بالنسبه لي كده اليوم خلص. يعني انا خلاص النهارده في حداد، صاحي الساعه 10 11 بقى، يعني خلاص انا بالنسبه لي اليوم خلص. بعد شويه الواحد اكتشف انه لو على كل ريجريت من دول ضيع يوم، ما يعني الايام هتخلص. ما هو الواحد بيحاول يروح لحاجات كتير. الواحد كان بيعمل فيلم ويقدمه لكل المهرجانات اللي قدامه، او يقدم لكل الفاندنج اوبورتيونيتيز اللي موجوده وفرص التمويل. فكل حد هيقول لي يقول لك انت ما خدتش حاجه، هيوقفك. فبعد شويه بقى ده جزء بيضحك، انه خلاص تتعاملي مع انه ما جاش، انه عادي. لانه فعليا كل مشروع نجح او طلع اتعمل، بغض النظر نجح ولا لا، قدامه مجموعه مشاريع تانية كتير، او مجموعه تجارب الواحد ما نجحتش، ما اتعملتش، ما جاش وقتها، ما جاش الحد المهتم بيها. لازم الواحد يبقى دايما شغال وما يعطلش كتير. يعطل عشان نفسه. ممكن الواحد يقول انا عايز اخد بريك، انا محتاج اريح، بس ما يوقفنيش انه فلان ما عمليش الفيلم. لانه حتى اللي بيرفض المشروع ده، هو ده مش الشرير، دي وجهة نظره، وشايف انه مش ده المشروع المناسب بالنسبه له. وربما حد يرفض مشروع، بس من طريقه رفضه الواحد هيفهم هو ايه المشروع اللي هو محتاجه، وربما بكره يبقى عندي مشروع مناسب ليه. فان الواحد يفضل شغال، دي مساله كريتيكال جدا في التعامل مع الاحباطات اللي في الطريق. لان هي طبعا الطريق مليان احباطات طول الوقت. طول ما الواحد شغال تمام.